النهارده هنعمل مع بعض شاورما الفراخ بطريقة جديدة خالص. طعم وريحة خطير ولون حكاية. الريحة بقى يعني قلب الدنيا بجد. يلا بينا على طول من غير ما اطول عليكم. عملنا الشاورما التحفة دي ازاي؟ يلا بينا. عشان نعمل شاورما الفراخ بتاعتنا محتاجين كده طبق هننزل فيه بنص كوباية من الحليب كامل الدسم. هنزل على الحليب بتاعي ده بمعلقة كبيرة او يعني معلقتين كبار كده خل او 3. الخل هيعمل معايا هيخليه اللبن يتحول لرايب كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصي ما شاء الله تقل، يعني انا مش محتاجه زبادي. يبقى انا حطيت هنا ايه في الطبق، حطيت نص كوبايه حليب كامل الدسم، وحطيت عليه 3 معالق كبار خل. لو انت مش عندك زبادي، اما عندك زبادي يبقى انت بتستخدميه عادي خالص. عندي هنا كده معلقه كبيره من معجون الطماطم بالشكل اللي انت شايفاه ده. معلقه حلو كده. تمام. هقلب كده. هنزل عليهم بحوالي 4-5 معالق كده من الزيت النباتي. وزي ما اتفقنا انا بستخدم زيت عباد الشمس كريستال، خفيف جدا، وبستخدمه في الحلويات وفي كل حاجه. نجيب عندنا التوابل بعد كده. عندي معلقه متوسطه كده من البصل البودر، ونفس المعلقه برضو توم بودره، يبقى بصل بودره وتوم بودره. عندي ربع معلقه صغيره كده من الفلفل الاسمر. ونص معلقه صغيره من البابريكا المدخنه. زي ما احنا عارفين الفلفل الملح ما بيتحطش دلوقتي في الفراخ. ليه؟ عشان هيخليها تنزل ميتها. تمام. بحطه امتى؟ لما باجي استخدم الفراخ بتاعتي قبلها ب10 دقايق بربع ساعة. المهم الفراخ عشان انقعها في الخلطة بتاعتها دي لازم من غير ملح. عندي هنا بصي صدور الفراخ مقطعاها شرايح رفيعة كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصي عندي كمية من الصدور هنزل بيها كده على الفراخ بتاعتي. بسم الله. طبعا الصدور بتاعتي عاملاها في محلول النقع، وحطاها في طحينة ومظبطاها، يعني مخلياها متنقعة كويس جدا في محلول النقع وشطفاها. وبعد كده هنحطها على طول في الخليط بتاعنا ده. اقلبها كده كويس عشان اتأكد ان الصدور بتاعتي كلها دخلت في التتبيلة. بصي بعد ما خلطت كده الفراخ عندي في التتبيله، هجيب عندي بلاستيك راب كده بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهغطيها وهدخلها في التلاجة. بصي بقى يعني همتك 2-3 يا ريت ليله كامله كمان. بس طبعا انا عشان هعملها في نفس اليوم هقعدها حوالي 2-3 ساعات. وهنشوف بعد كده هنعمل ايه في باقي الوصفة بتاعتنا. شكل الشاورما بتاعتنا او الفراخ بتاعتنا بمعنى اصح، هي مش شاورما، لا انا اسفة. الفراخ بتاعتنا بعد ما دخلتها التلاجة في التتبيلة ديت حوالي 2 أو 3 ويا ريت ليلة كاملة، لكن انا عشان مستعجلة هشتغل فيها على طول. ما ننساش ان احنا لسه ما حطيناش الملح. ابتدي احط عندي كمية الملح. بسم الله. ربع معلقة صغيرة كده من الملح. بسم الله. اقلب. زي ما اتفقنا ليه ما حطيناش الملح في التتبيله؟ عشان هتخليها تنزل ميتها.
عايزه اقول لكم ريحه التتبيله خطيره. بعد ما حطينا كميه الملح اللي انت مطلوبه معاكي وعلى قد ذوقك، طبعا حبه فيها ملح حبه ناقصه، ده يرجع ليكي انت. انا حطيت ربع معلقه من الملح. بعد كده هنعمل ايه؟ عندي الطاسه على النار بتسخن. الطاسه عندي دلوقتي سخنت، هبتدي اعلي النار كده وانزل بالفراخ بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اديها صدمه. بسم الله ما شاء الله. طبعا بدون مواد دهنيه لان انا حاطه زيت في التتبيله. بعد ما نزلت الفراخ عندي دلوقتي بدات تاخد اللون من تحت، هبتدي اقلبها على الوش التاني بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبدون اي مواد دهنيه زي ما اتفقنا عشان انا حاطه زيت في التتبيله. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لك الريحه حكايه تحفه. ودي شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما استوت. عايزه اقول لكم على الريحه تحفه، على السم. بصي بتدوب دوب ما شاء الله، حكايه بجد. تجربه يعني، وصفه تستحق التجربه حقيقي، جميله جدا، عامله زي الكباب بجد. جربيها على طريقتي. ما تنساش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك منا كل جديد. ولو لسه ما اشتركتيش في القناه يلا اشتركي. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبألف هنا وشفا.